$24,000. بيساووا كام بقى بالمصري؟ حاجة حلوة جدًا باور أوتوميت عملها، دي بقى للناس اللي بتحب تحسب الsaving بتاعها عامل إزاي، اللي هم زي حالاتي كده ناحية الoperational excellence والcontinuous improvement وprocess improvement، كل الناس دي تجمع معايا. الautomation ده سهل وبسيط جدًا، هتلاقيه كل يوم بيبعت إيميل واحد reminder إيميل واحد. بُص بقى اللي معمول هنا اللي باور أوتوميت عملوه واللي هيعجبنا كلنا. هم عملوا حاجة لطيفة جدًا إن أنت تقدر تحسب الsaving اللي عمله لك الautomation ده بالوقت وبالفلوس. هاورّيك دلوقتي حالًا إزاي، بس أنت أكيد عرفت أهمية ده. طيب تعالَ نروح على أي automation مثلًا، هنا أهو الautomation ده أنا مش مفعّل فيه الخاصية دي، باروح دايس على enable saving وباقول له والله مثلًا الautomation ده هيsave 10 minutes عاوزك كمان تحسب لي الفلوس الhourly rate بتاعة الشخص اللي بيشتغل ده $10 على سبيل المثال، وهتدوس save هيبتدي هو بعد كده إيه، يحسب الautomation كل ما يrun هيsave لك قد إيه، زي ما إحنا شُفنا هنا في آخر 7 أيام وفّر $6 لإن هو وفّر 30 دقيقة. ده معناه إن الأوتوميشن ده في الشهر هيوفّر حوالي $24. طب لو هو بيبعت 10 إيميلات يبقى $240 في الشهر. طب لو هو بيبعت 100 إيميل وده عادي جدًا وده الطبيعي في الuse cases بتاعتنا، 100 إيميل حاجة ولا أي حاجة، يعني 20، 30 إيميل في الأسبوع ولا أي حاجة في أي reminder بنعملها. يعني لو بيبعت 100 إيميل يبقى $2400 في الشهر، اضربهم بقى في 10 شهور $24,000 بيساووا كام بقى بالمصري؟ ودي أسهل use case أنت ممكن تعدّي عليها في Power Automate. أنا حبيت بس أحسّسك قد إيه Power Automate ده مفيد، من الناحية إن هو فعلًا وفّر وقت، ومن ناحية كمان بيحسب لك هو وفّر قد إيه وقت وفلوس. بجد ما لكش حِجة.